الهلالي وكنيته الزعيم. طارت الطيور بأرزاقها هو عنوان هذا اللقاء، فأما الهلال بدر وإلا فالعميد ينوي اللحاق، والقاسم بين الاثنين هو عيونه الخضراء التي رمقت تشكيلة فريقه السابق، وهو يدرب الأزرق بهذه اللحظات. كالديرون قرر بأن يلعب على التعادل بأقل تقدير بشوط اللقاء الأول، حيث شهدنا الربيع يزهر من ناحية الاتحاد من دون أن نشم عطر أزهاره، فالورد ظل بعيدا عن أيادي قاطفيه، ومن كان يملك الأرض التي يزرع بها الاتحاد فإنه تركها بورا من غير إروائها، وعندما قرر ذلك كانت زراعته شوكا من غير ثمار، والثمار انتظرها القادمون للكلاسيكو بالنصف الثاني، حيث حمل أداء يليق بقمصان من يلعبون وأسمائهم. الاتحاد يلوح لنا بواحدة تخلص من خطرها العتيبي، والحكم السويدي يحرم الهلال من ركلة جزاء قد تكون صحيحة وقد لا تكون، فإذا قلبنا الإعادة منها وجدنا السويدي الآخر بصفوف الهلال قد أزيح من مكانه، والمباراة تبدأ بعد ذلك تماما، فالحسم اقترب، دفع الطرفان بخراطيم الفوز إلى الأمام كل على حدة. الاتحاد أرادها صفراء كيفما اتفق مزاجها، والهلال استفاق من غفوته التي ألمت به وصار الأقرب إلى التسجيل مما مضى. وهنا لم أعد أذكر الأسماء التي تهدد، كلما كتبت واحدا جاء الآخر ومسح خطورة الذي قبله لتمتلئ صفحتي من دون ختام لها، حيث الكرات كلها لمصير واحد هو التعادل. الفائز هنا هو الزعيم لاقترابه أكثر من 90% من اللقب، أو لنقل بأنها مسألة وقت ليعلن تتويجه. عمار علي، صدى الملاعب.